النهاردة هنعمل مع بعض الدونات بطريقة سهلة وبسيطة. وليه نجيب الواحدة بقى ب10 جنيه من بره لما نقدر نعمل الكمية دي كلها بكوبايتين دقيق. هنا معايا بقى كوباية الا ربع من اللبن او الحليب، معلقتين كبار من السكر السنترفيش. هنا اول معلقة حطيتها اهو، وهبتدي ان انا احط المعلقة التانية اهي، وهجيب معايا معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهبدأ ان انا اقلب بقى المكونات دي مع بعض لغاية ما الخميرة تدوب. هنا بقى هبتدي ان انا اجيب بيضايه بدرجه حراره المطبخ. هنا بقى اجيب رشه فانيليا، اقلب المكونات دي كده مع بعض لغايه ما البيضايه ما تبانلهاش ملامح يعني. هنا بقى اجيب معايا كوبايتين من الدقيق. هنا حطيت اول كوبايه اهي، واجيب تاني كوبايه، نزلت الكوبايه التانية اهي. انا هنا بقى احط بقى المواد الجافه مع بعض. هنا بقى احط نص معلقه من بيكنج باودر. هنا احط رشه من الملح. هنا بقى هبتدي ان انا اقلب المكونات كده مع بعض لغايه ما تلم معايا بتبقى بالشكل ده. هنا بقى هجيب معلقه من الزبده بدرجه حراره المطبخ، وهبتدي ان انا افرد العجينه بقى بالنشابه كده بتاعتنا لغايه ما يبقى السمك بتاعنا نص سنتي. احنا مش عايزينها رقيقه قوي عشان يبقى سمكها حلو. هنا فردت العجينه بتاعتي اهي، وهبتدي ان انا اجيب بقى كوبايه او اي حاجه عندك تقدري ان انت تشكلي الدوناتس بتاعتنا بيها. انا هنا ما استعملتش قطاع الدوناتس، انا هنا عملت الدوناتس باي حاجه في البيت، عشان اللي ما عندوش قطاعة دوناتس يقدر يعملها باي حاجه عندك تقدري تشكليها بيها. كوبايه اي حاجه، انا هنا هجيب كوبايه وهشكلها بالكوبايه ديت، وهتطلع معاكي شكل الدوناتس بالظبط، مش هيطلع فيها اي اختلاف. بالشكل ده. انا العجينه بتاعتي سايباها كده بسمك نص سنتي عشان ما تبقاش رقيقه. هنا بقى جبت القمع الصغنن ده، وعملت الدايره اللي بتبقى في النص عشان تبقى شكل الدوناتس اهو بالشكل ده. هنا بقى خلصت الكميه بتاعتي كلها اهي، حطيتها على ورق زبده، وابتدي ان انا اجيب بقى قلايه كده، حطيت فيها الزيت. انا عايزه الزيت درجه حرارته متوسطه، ما يبقاش عالي وما يبقاش بارد قوي. انا هنا عملت اختبار بالصغيره دي. هنا بقى انا نزلت بالدوناتس بتاعتنا، لو لقيت الدواير كده صغيره حوالين الدوناتس بتاعتنا فقاقيع كده من الزيت حوالين الدوناتس، تعرفي ان الزيت كده درجه حرارته مظبوطه. هنا بقى عملتها بالشكل ده، لونها ذهبي وجميل ازاي. هنا بقى هوريكم الكميه اللي انا عملتها، كميه حلوه جدا، كميه كبيره، بكوبايتين دقيق عملت الكميه دي كلها. هنا بقى اشكلها باي حاجه عندك تقدري تشكليها، بسكر، بشوكولاته، ببشر، بفرماسيه، اي حاجه عندك تقدري تعمليها تشكليها بيها. هنا بقى عملتها بشوكولاته وحطيت عليها صوص شوكولاته بيضه، وهنا حطيت سوداني. عايزه اقول لكم اوريكم واحده جميله من جوه، هشه كده كده وعامله زي القطن من جوه بالشكل ده، طريه وجميله. عايزه اقول لكم جربوها مش هتندموا. قولوا لي ايه رايكم فيها في التعليقات، هستنى تعليقاتكم. عايزه اقول لكم اعملوها وفرحوا عيالكم بدل ما يروحوا يشتروها بالواحده ب10 جنيه. تقدروا تعملوها بكل سهوله. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.